هلا حبايبي، شلونكم؟ حسوي الخبز وياكم. هذا الخبز العربي اللي يصير هيك صغار وينفخ. المقادير اللي احتاجها: عندي 4 أكواب من الطحين خليتهم بالوعاء مالت العجانة، وعندي ملعقة أكل مالت خميرة أيضا راح أضيفها، ملعقة كبيرة مالت سكر، نص ملعقة تقريبا مالت ملح، وبطارف الخاشوقة شوفوا ايش قد، هذا بيكنج باودر راح أضيفها عليها. المي عندي هنا مي دافي حضرت، راح أضيف تقريبا نص كوب وأعجن وأشوف إذا تحتاج أخلي لها مي بعد. هنا هسه أنا عندي هذا نص كوب راح أضيفها، وراح أعجنها وأشوف. هسه راح أضيف النص كوب الثاني مالت المي، أيضا ما راح أضيفه كليته، خليت من عنده قليل، يعني تقريبا ربع كوب ضفت، وراح أعجن مرة ثانية. راح أضيف بقية النص كوب، يعني راح يصير مجموع اللي ضفتهم هنا كوب من المي، بس خلوه دافي. راح نعجن مرة ثانية. صارت عندي عجينة جدا قوية، راح أضيف عليها ربع كوب بعد من المي، وأعجنها أيضا على سرعة خفيفة على مود يتجانس زين وينعجن بصورة صحيحة وما يتناثر عليكم. هسه حبايبي، هاي بعد ما ضفنا الكوب وربع مالت المي صارت عندي عجينة جدا طرية وحلوة، وبنفس الوقت ما تلزق زيادة بالايد. هسه هو هذا المطلوب نهائي، لا تضيفون بعد اي مي ولا تخلون العجينة تصير قوية. هسه راح اخليها تعجن مرة ثانية تقريبا 3 دقائق، بعدها اجمعها العجينة والمها زين واتركها بمكان دافي الى ان تختمر، حتى بعدين نشكلها وياكم. حبايبي بعد ما عجنتها كل زين صارت عندي بهالشكل طرية وحلوة وناعمة. هسه دهنتها تقريبا بملعقة أكل مالت زيت حتى ما تلتصق بالوعاء هذا مالت العجانة، وعندي هاي القطعة مالت الخاولي أو المنشفة هاي مالت المطبخ، راح أغطي عليها وأتركها بداخل الفرن أو بأي مكان ثاني بالمطبخ إنه يكون دافي. أتركها لحد ما تتخمر تقريبا نص ساعة إلى 3/4 ساعة، بعدها نبدأ نقطعها ونشتغل بيها. حبايبي هاي العجينة مالت الخبز اختمرت، راح أشيلها شوية. عندي هنا طحين راح أرش هنا بالميز، أخلي العجينة أخذ نصها وألفها بهالشكل اسطوانية. الحجم مالتها حسب انتو شقد تحبون حجم الخبزاية تكون، تحبوها كلش كبار او تحبوها هيك يعني وسط. انا حسويها شوي وسط حتى اسوي من عندها سندويشات مثلا للغدا للعشاء. هسه حبتي اخلي طحين من جوا ومن فوق العجين وابدي افتحها، وضروري بعد ما تفتحوها تتركوها وتغطوها همينة لحد ما ترتاح العجينة فد 10 دقائق الى ربع ساعة. بعدها ابدوا خلوها على النار وستووها. اذا تحبوها بالفرن براحتكم، بس هي ما يحتاج يعني على بالطاوة كلش اسرع واسهل، وطريقتها جدا مضمونة. يعني أنا دائما هذا الخبز أسويه. شوفوها
الخفية مالتها اللي احنا نريدها، حتى بالطاوة تلحق يعني انه تنفخ. راح اكمل كل الخبز بهالطريقة هذه، وابدي من اريد اسويها للخبزة، ابدي باول وحدة اشتغلت بيها تكون مرتاحة ومختمرة زين وماخذة راحتها. هسه اني اشتغلت بهذه، راح اخذ هاي القطعة مالت هذه مال المطبخ او الخاولي او اي نايلون عندكم، غطوها وخلوها لان تخلصون باقي القطع مالت العجين. ايضا نغطيها. راح اخلص باقي الخبز بهالطريقة. هاي حبايبي بعد ما شكلت الخبز وسويته بهذا الشكل صاروا عندي 17 خبزاية. هسه راح اغطي عليها واتركها 10 دقايق، وبعدين ابدي احمي الطاوة واسوي الخبز. بيناتها خليت الطاوة بعد ما خليتهم يرتاحون تقريبا 10 دقايق، خلصت الفرد مالتهم. راح ابدي مثل ما قلت لكم باول وحدة سويتها، راح اخليها والعين على وسط اي طاوة من غير لا زيت ولا اي شيء، نخليها. جبت كم وحدة اني خليتهم يمي على مود قريب علي، رأسا اخذ واخلي بالطاوة. نخليهم تقريبا 10-15 ثانية، بعدين نقلبهم بهالشكل هذا. يبدون بس شوي وان الاطراف مالتهم يبدون ينفخون، نرجع نقلبهم على الجهة الثانية. شوفوا هسه هذه بدت تنفخ. شوفوا بنات، هذا الداخل مالتها ما تحمرت، قسمت وحدة واكلت نصها. كلش طري. بس هيك من يبدي ينفخ اضغطوه بجهة واحدة بس، هيك ضغطة خفيفة على مود يبدي ينفخ ويانا بصورة صحيحة وما ينشق. من تضغطون عليها تنشق، بعد يطلع الهواء ما يخليها تنفخ بشكل صحيح. شوفوا هسه نفخت. راح ارجع اقلبها على الجهة الثانية. بس تصير بهذا الشكل خلاص اطلعها واخلي اللي بعدها. حبايب هاي الشكل النهائي بعد ما خلصت الخبز، وصار عندي تقريبا 17 قطعة. ما شاء الله كلش صار بيه بركة. وهذا قدامكم الخبز كلش طري، وهاي الداخل مالته. جربوه ينفع كل شي، يعني تقدرون تحشون تسوون ان شاء الله. هسه فد يوم اسوي وياكم العرايس مالت اللحم مالت الدجاج، ينطي يعني
نتيجة كلش حلوة هذا الخبز. لا تنسون من اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامة.